فاتكم تشوفون فيديو المعالج عبد العزيز المعيوف اللي ينصحكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعز سيداي سلمان ومحمد. تعرفون وين فيه؟ وين فيه؟ ها قدروا وين فيه. معاي، خلوكم معي. شيء مهم، هذا المقطع لازم كل إنسان يجي الرياض لازم يشوفه ويحفظه عنده، لأنه بيصير فيه معلومات مهمة جدا 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 تخدمك بشيء مهم جدا جدا، وثقافة جديدة على المجتمع السعودي بالذات. في السعودية في الرياض أول مرة تحصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعز سيداي سلمان ومحمد. شفتوا صلي وسلم على نبينا محمد وعز سيداي سلمان ومحمد. حلو، اللهم هذا توفيق الله. والله جد صدق. شفتوا المواقف اللي أنتم أكثركم عرف، بس ما جرب ولا يعرف السر ولا يعرف الكنز المفيد اللي لي سنين أتمناه، من أكثر من 20 سنة أتمناه في السعودية. أول مرة جربتها أو أكثر. الحين بتعرفون كيف بالضبط كيف راح تستفيد من ذا الشيء، سواء أنت مقيم ولا زائر ولا عايش في السعودية. خلوكم معي. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم لك الحمد. نعمة. دخلت حطيت بطاقة درب، أنا مطلعها من أول من أيام الباصات، طلعها من أقدم السعوديين نطلعها، وشحنتها ودخلت من هنا مع الناس. يعني تدخل على الماكينة، تحط تختار، طلع لك الكرت، قيمته 50 ريال، مشحون 25 ريال أو شيء بهذه الطريقة، يعني نفس تقريبا، وتزيد عليها إضافة كلها عن طريق بطاقة الصراف نفسه. صارت معك تركب المترو، اركب. تصويري ما راح يصير تصوير عادي، لأني خبير بالمترو من أكثر من 20 سنة، المترو والأندر جراوند في بريطانيا، والمترو في مصر، والمترو في فرنسا. بشرح لك بالتفصيل شلون تركب المترو، شلون تختار المحطة، شلون تشوف أقرب شيء لك عن طريق الخريطة، شلون تستخدمه، شلون تحول من محطة لمحطة، لأن فيه لفة طويلة شوي. لفة لو فهمتها بتعرف شلون تركب المترو وتروح فيه للرياض من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. طبعا افتحوا الحين 3 مسارات، وباقي 3 مسارات ثانية بعد 3 أسابيع بإذن الله. 3 مسارات اللي الحين بشرح لكم بالرسم من وين إلى وين. طبعا أنا الآن في أقصى شمال الرياض، وبروح إن شاء الله على طريق العليا، امتداد العليا إلى أقصى الجنوب، أقدر أتجه. بشرح لكم بالتفصيل الحين خريطة. بعد ما تأخذ التذكرة في سعر للرحلة الواحدة، في سعر لليوم، في سعر للأسبوع. تقدر تشحن كرتك شهر 200 ريال، انطلق. كل ما ركبت المترو اركب، ما عليك من الزحمة، ما تصير معهم يعني، أو أسرع منهم يكون. مو بتذكرة، كرت. انتبه للفجوة بين الوسيط والقطار. Mind the gap between the train and the platform. طبعا أول صف أفراد يعني حريم أو رجال، بس يكون لحالهم. العوائل أول ثلاث تفضل. أول 3 أو 4 لحظة، 1 2 أول 3 أو 4 مقطورات أفراد، يعني بنت الحالة، رجال الحالة، أو معك أحد يعني كشباب أو جروب بنات يركبون هنا. اللي بعده عوائل، اللي بعده درجة أولى، الدرجة الأولى الحالة. طبعا ما شاء الله تبارك. شوف الزحمة دي ما عاد نعرفها، اقعدوا في الزحمة خلوكم. لما تركب، أول ما تركب تجي هنا، تجون هنا. حنا هذه آخر محطة، الدار البيضاء، هذه أول محطة. ركزوا في الشرح بتستفيدون. ركبت هنا، تبي تروح وين حسب الاسم، شوف بالعربي والإنجليزي. تبغى تروح المروج، الملك فهد، STC، هذا خط كامل طبعا امتداد طريق العليا ذا عند الجو.
الجوازات بتروح الجوازات اللي عليها اكس مقفله للحين ما فتحوها، قصر الحكم مقفله، الباطحه مقفله مع انها اهم ثنتين بس الله ييسرها، العزيه مقفله، الدار البيضاء مفتوحه. يعني اقدر اروح ممكن في 4 دقائق، يعني خلينا نقول 15 دقيقه من اقصى شمال الرياض الين اوصل الدار البيضاء، ما تعدى لي خلينا نقول 20، اتوقع الى 20 دقيقه ممكن بالكثير. لكن في السياره تاخذ لك ساعتين، ساعه ونص. اللهم صل على النبي. هالدقائق ذي وين وصلنا؟ شوف وصلنا ما شاء الله. الله اكبر. هالمقطعين بس اللي صورتهم الان تعديت 3-4 رياض. لا يعني تقريبا الثلث ما رحنا. ها هذا امتداد طريق الملك فهد. وش اللي واضح عندنا؟ في خلال دقائق احنا المحطة الأولى كنا فيها ساعة، بعدين سليمان الحبيب طبعا مسكرة بس ما حطوا عليها اكس، المروج والملك فهد مسكرة. المحطة الجاية اللي هي رقم 16 اللي الملك فهد 2، حي الملك فهد 2 الله يبارك لهم ويزيدهم. تخيلوا في هالوقت الحين ما كملت من 4 دقائق من عند طريق الملك سلمان إلى حي الملك فهد، في أقل من 4 دقائق. هذا ما عاد الإدارة العامة، في أقل من 4 دقائق وصلت المحطة. تبي المحطة دي تنزل في محطات تفاعلية أو تغييرية إنك تنزل وتغير، تنزل وتغير. وين وصلنا الحين؟ تقاطع الملك فهد. شوفوا المتر الثاني تبارك الرحمن، الله يبارك لنا. وهذا المتر الثالث. يا سلام يا سلام. هذا بيلتقي الحين مع المترو اللي احنا فيه. ابى اروح انا المنطقه ذي والمترو ذا شغال، انزل اغير المحطه، اغير المخرج واركب المترو ذا اللي يوديني من الجهه ذيك شرق الرياض مثلا، اللي طبعا افتحوا 3 مسارات بشرحها لكم الحين بالتفصيل. ما شاء الله. هذا الدائري. شوفوا الزحمه، شوفوا الزحمه. اعوذ بالله، اللهم لك الحمد. هذا الدائري تعديناه. هو الدائري. ايه الدائري هناك الرياض بارك. لا اله الا الله، ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. وانت لما تركب طبعا في ملاحظه ودي اقولها، لو سمحتوا يا شباب، كلمه افراد يعني اشخاص وليس عوائل، يعني مو بلازم رجال بس. فاذا شفت حرمه يعني من الادب، حرمه رجال كبير استح على وجهك وقم وانت جالس. انت محتاج الناس تقول لك قم. وملاحظه ثانيه نفس طبعا الكلام عشان الشباب صار موقف هنا. ملاحظه ثانيه، اتمنى من المترو يكتبون الجلوس، احقيه الجلوس هنا تكتب احقيه الجلوس لكبار السن لطول اعمارهم وللنساء، تكتب كذا عشان وعليها مخالفه، عشان الكاميرات لو صورت واحد يعاند او ما يرضى تلزم المخالفه. ان شاء الله الصوت يوصل. كرت درب ذا يستخدم معي انا من 7 شهور مو بتوه، يستخدم للمترو ويستخدم للباصات. انا الحين وصلت المحطه ونزلتها بلقى لي باص واقف، وين يودي ذا الباص ولا يودي كذا، وين يودي ذا الباص. تسال السواق نفسه وتصير خبير مع الفتره يعني مع الوقت يعني. فاذا يودي المكاني ولا يقرب له اكثر شيء اركب وامشي. كرت درب كيف تطلعه؟ انا طلعته جيت عند الماكينه حقت المترو، طبعا المترو فاتح من الصبح الين الليل. تعال اي وقت عند الماكينه معك بطاقه مدى او ابل باي، بطاقه جديده طلعها. كم تبي فيها الرصيد؟ ابي في الرصيد كذا، اودع فيها الرصيد. اودعت الرصيد يطلع لك في الجهاز ويطلع لك في التطبيق ويطلع لك في كل شيء. هو تطبيق درب او تطبيق قطار الرياض يسمى. هو طبعا المفروض انه موحد، انا دخلت الظاهر ما حدثوه او شيء زي كذا. المهم انه يطلع لك بنفس الماكينه اللي انا طلعت منها الكرت، تحط كرتك تقربه بس كذا جنب الواي فاي حقه او زي الاشعار تلصقه فيه، يطلع لك رصيدك وكم في رصيد. تبغى تشحن تختار الخيار اللي يشحن، بشرح لكم بعد شوي ان شاء الله. كرت درب ذا يستخدم معي انا من 7 شهور مو بتوه، يستخدم للمترو. طبعا انا حافظ خريطه المترو 2، بوريكم اياها كيف انها PDF موجوده على النت. لو تكتب خريطه المترو PDF تطلع لك. اوريكم كيف التقريب كيف صافيه، بس لو تصور الشاشه ما تضبط، لو تصورها بتكبرها ما تطلع واضحه زي PDF. تفضلوا. اللهم على السيدة سلمان محمد. قولوا امين. اللهم على السيدة سلمان. الحين يبغى وش تحس بالمترو؟ انت اصلا جاي من وين؟ الحين جاي من وين انتم؟ دار البيضاء. انت جاي من دار البيضاء ورايحين للشمال من اقصى الجنوب.
يعني قصدك انتم رحتوا وبترجعون الحين؟ ايوه. يعني ما عندكم مكان معين؟ لا. ما شاء الله. الله يبارك له. ان شاء الله المشاوير. وش رايك في التكييف؟ وش رايك في الترتيب؟ ما شاء الله ممتاز كويس. شيء يسوى صح؟ اي والله يسوى. الله يوفقه. انا عن نفسي يوم سالتني تو اقول لك انه افخم واحلى واجمل واريح، وحتى في الخريطه دقيقين ما تتخيلون. يعني ماخذين، تعرف اللي خذا الله يعزهم، خذوا ملاحظات المترو اللي في العالم كلها اخطائها، عشان كذا هم ما تاخروا عبث، هم ما تاخروا اصلا، هم ما جاك الوقت ذا الا بعد ما تاكدوا من كل الاخطاء صحيحه، ومنه بيحميك المواطن وبيحميك المقيم اكثر بعد، وانه يرتبك صح وانه يركبك صح وانه توصل صح. مو بيشغله لك قبل بعدين تطلع ملاحظات والله قفل المترو، تعطل المترو، صار حادث في المترو من غير شر، لا يبغى يركبك انت 99% و9 امورك طيبه وانت مرتاح، يعني مطمن، مو بانه تصير ملاحظات وليش صار كذا وليش تقفل كذا، لا هو ريحك اعطاك اياها كاش. اللهم لك الحمد، وهذه عوائد ان شاء الله. الله يعز سلمان محمد. عمار يا دار السعد ليا السعودية عمار، ليا السعودية عمار، والله ما قبلك بلد، والله ما بعدك ديار، والله ما بعدك ديار. عمار يا دار السعد ليا السعودية عمار، ليا السعودية عمار، والله ما قبلك بلد، والله ما بعدك ديار، والله ما بعدك ديار. في حاجة ثانية، تبي تروح المطار ولا جيت من الطيارة وصلت المطار؟ في محطة مبنى 2 ومبنى 5، الدولي والداخلي، فيها محطتين. وإذا كنت بمباني أخرى إذا وصلت واحدة منهم انزل واركب الباص يوديك المبنى اللي تبيه. هذا الحين أنت رايح، طيب وأنت جاي ما تحتاج تركب تاكسي ولا سيارة ولا شيء، من المطار انزل على الباص اللي يوديك المحطة المترو اللي فيه موجودة في المطار، واركبها وروح وسط الرياض، روح لاخرها. يعني مثلا أنت الحين من أهل، خلينا نفرض أنك من أهل مو العزيزية، خلينا نقول أنك مثلا من أهل جنوب الرياض عموما، قريبك اللي بياخذك ما يحتاج يجيك للمطار، قل له بوصل محطة العزيزية الساعة كذا أو يبغى لي كذا عشان أوصل، يجي عند المحطة ياخذك، إذا ما أخذت طبعا سيارة أو شيء جنب بيتك. لونها أحمر وأزرق هنا. لا. أيوة تبديل إيش؟ لون الخط. شوفي ما دام هنا أحمر وأزرق معناتها في المحطة دي استسيم تبادلية بين اللونين. طيب فيه بنفسجي واخضر او اصفر وازرق، معناتها فيه هذه المحطة تبادلية ل3 خطوط، هنا فيه اصفر هنا اخضر، يعني لك، والخط اللي انت فيه اللي هو اللون اللي انت فيه هذا يكون اللي هو الازرق. لونها احمر وازرق هنا. لا. ايوه تبديل ايش؟ لون الخط. شوفي ما دام هنا احمر وازرق، دائما في شاشة هنا يكتب فيها الوجهة اللي هي آخر المطاف، دائما وجهة تركبها هذه آخر المحطة. طيب يكتب فيها المحطة الجاية، يقول لك المحطة الجاية نكست ستيشن، يكتبها لك وش اسمها، تكتب بالإنجليزي والعربي وتقال بالصوت بعد، وتقال حتى بالصوت. شوف مكتوبة بالعربي بالإنجليزي بعدين تجيك بالعربي. البنك الأول آخر محطة. الوجهة هي بنك الأول، يعني آخر محطة لك عشان تعرف اتجاهك ما تغلط. تغلق الأبواب. وهنا بعد نلاحظ شيء، شوف الخط هنا، تفضل هنا الخط هنا، شوفي صار رمادي، شوفي هنا يعني تعديناها هذه رمادي، هنا الأزرق يعني اللي راح هذا تعديته، وهذا الأزرق اللي هو الجاي رمادي لونه. ملاحظة، المترو في فرنسا ومصر وفي السعودية اسمه مترو، في بريطانيا اسمه أندر جراوند، بس ذكرتها الآن. ملاحظة، المترو في رسالة تجي عن الخريطة، اكتب على جوجل خريطة المترو PDF تطلع لك، احفظها حفظ بالملفات، لا تصور شاشة عشان تطلع واضح. في رسالة تجي عن الخريطة، اكتب على جوجل خريطة
الحين هالمشوار من اقصى شمال الرياض، من محطة اي تتركونا. السلام عليكم. انت الحين داوم. تقول بالله عرفت ان هذا عنده ذنوب الله يغفرها. الله يرحمنا. الله يرحم يا رجل. الله يكفرها ان شاء الله. بعد ايش اسوي لك بعد؟ حد قال لك تذنب؟ اخونا الشنب النصراوي. مرحبا طال عمرك. شرفتني. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يسلمك. شلون كتفك؟ لا ان شاء الله نطيب. الحمد لله. الله يرحمه. يعني حسيت بفرق؟ لا يحتاج. ادعي لنا الله يغفر لك. الله يرحم والديك. طول عمرك. شرفتنا بالسناب. ليش شرف طال عمرك. انت الحلو المزيون ذا. الله يرحم والديك. اسمه ثفيل بن مشحن. شو اسمه؟ ثفيل بن مشحن. لا عدها شوي شوي. ثفيل. فيل. إيه. ونعم بن مشحن. مشحم مشحن. مشحل مشحن. بالنون. ايه. ونعم. هذه الاسامي مو بتاله وماله وسيله وميله. والله العظيم هذه الاسامي. عطنا الاسماء الصح. هو اسمه صدق كذا. اي والله. والله بس نصوره؟ صوره. ما نصوره. مواطنين تعبتونا يا المواطنين. الله يهديكم. عاد مواطن زائد شنب وش يصير؟ شنباوي. على وزن يجرح ويداوي. الله يرحمه والديك. فرصة سعيد يا شيخ. يا حبيبي. ويطول. كلنا عندنا الله يغفر لنا ولكم. هذا الطريق اللي احنا مشيناه ولا اللي ركبناه ولا اللي سويناه تدرون طلعت ابى احط لكم في الخريطه الحين في جوجل مابس كم بتاخذ وقت في الوقت اللي احنا فيه الحين. على الاقل ساعتين الا ربع 3 ساعات اقل شيء. احنا اخذنا 1.5 ساعة رايح جاي. 1.5 ساعة رايح جاي. اقل مشوار في الرياض 1.5 ساعة. تخيل رايح جاي ولا مصروف بنزين ولا حوادث ولا تأمين ولا مخالفات. أحد يترك المترو غير رياضة المشي اللي بتصير، غير العالم اللي تعرف عليهم والعلاقات. مميزات كثيرة في المترو رهيب. اركب المترو واقف احفظها، هذه كنت أقولها دائما حتى في مصر في فرنسا وفي بريطانيا وفي دبي. أركب المترو واقف أحسن من أركب سيارة خاصة توديني المشواري. والدولة أصلا الله يحفظهم هم هدفهم كذا، ما حطوا لكم هذا المترو عبث، حطوه عشان أنت كسعودي أو كمقيم أو كزائر توصل من يوم توصل تحط رجلك في المطار. يعني من يوم تركب طيارة مو بتحط رجلك، من يوم تركب طيارة موجه للسعودية وأنت في عز الله يعزهم. ركبت طيارة وصلت المترو حق المطار طق راح للديرة اللي تبيها. تبي تنقل بين الرياض تنقل، تبي حالات خاصة تصير بالسيارة أو نادرة. الزحمة بتخف كثير بإذن الله إذا أنت صدق ضد الزحمة. ودائما موذيتك أول شيء أنت تبدأ بنفسك واركب المترو. أنت خلني بعطيك فرضية صعبة الحين. أصعب شيء والله أنا مثلا أداوم في الحاير مثلا اللي هو أقصى الرياض والمترو يمشي لين الدار البيضاء وأنا ساكن في الشمال. الحاير اللي هي جنوب الرياض، الحاير أو الحائر. أركب من شمال الرياض إلى الحاير طال عمرك إلى دار البيضاء، والدار البيضاء أنزل واركب لي تاكسي ولا أوبر ويوديني لدوامي. أحسن لي مليون مرة من سيارتي. راحة نفسية، بنزين، حوادث، كل شيء. فرق اللي بدفع في البنزين بدفع ربعه في التوصيل. هذا طبعا أنا ما ذكرت لكم خدمة الباصات، أنك لو وصلت الدار البيضاء وتقول أبي باص يوديني الحاير قالوا اركب ذا. هذا الناس اللي بيروحون مثلا للتشاليح اللي في الحاير أو بيزور ناس في الحاير مثلا أخويا ربعه أي شيء، ناس ساكنين هناك مثلا نقول حاير مثلا. طبعا تروح تركب بالمترو لو جاي من برا الرياض أصلا من شمال الرياض جاي ولا جاي من شرقها ولا من غربها. تعال من غربها، تعال جهة الدخل، محطة مترو عند الدخل محدود عند العريجة. تركبها تنقلك إلى النسيم. الآن تنقلك إلى النسيم. تخيل بالمترو من أقصى غرب الرياض لأقصى شرقها ومن أقصى شمالها لأقصى جنوبها. وش تبون؟ وش باقي بعد؟ فإذا تفرعت بتصير أحسن وأحسن. فلذلك هذه المقاطع اللي قلتها لكم وأي معلومة بضيفها راح أسجل فيديو لها بعد المقطع ده بضيفها لكم عشان تستفيدون أكثر. كيف تركب المترو؟ تجيب الخريطة تكتب والله بروح الكذا بروح الكذا أقرب محطة الكذا وغير كذا. اللهم صل على النبي. أريح لك. الحين المشوار هذا من محطة مترو ساب اللي هو الأول اللي أنا فيها شمال الرياض أقصى شمال الرياض. وأنا جاي من طريق الصين طريق الملك فهد الله يرحمه أو طريق سدير، وأنا جاي من الشمال. طبعا لازم يقول سدير بعد وش ديره. وأنا جاي من الشمال من عند المحطة اللي أنا فيها الآن إلى محطة الدار البيضاء رحنا لها تو. أقول لكم رايح جاي 1.5 ساعة بالضبط. شوف الحين كم طلع لي الوقت، 1 ساعة و44 ذهاب فقط، ذهاب بس. هذا إذا ما كانت 2 ساعات بعد.
شوف الفرق الكبير، وبسيارة وبنزين وحوادث ومخالفات وقرف. ليه؟ الحين المشوار هذا من محطة مترو ساب اللي هو الأول اللي أنا فيها شمال الرياض، أقصى شمال الرياض، وأنا جاي من طريق اليصين. بس نقول لكم إن المواقف مجانية ومظللة. بعدين عاد دايم اسألوا هل هي مجانية دايم ولا لا، ما أدري، بس أنا أقول لكم إن إذا مو كل المحطات أغلبها أو فيها الكبيرة خاصة مواقف مجانية. حتى كافد اللي هي مدينة الملك عبد الله الله يرحمه المالية، فيها بفلوس وفيها مجاني المدينة نفسها. فاسألوا قبل لا توقفون، هذه ملاحظة في ناس يعني ما تدري هم بلاش ولا لا. المحطات اللي في الشارع شوف أقرب حارة لبق وانزل مشي. قطارات ما تكلمنا فيها، اللي ساكن جنب المحطة لا تفك بيتك، بتطير الأسعار لو انك في الدخل محدود، لو انك في منطقة، لو انك في جنوب الرياض. دام قدام بيتك محطة مترو انتبه تغيرها ولا تبيع ولا، ترى فرصة هذه. تبون تضحكون وشيء جديد ورهيب للناس بيعجبكم مرة. اللي عندهم أطفال يبون ملاهي يعني 3 سنوات وأقل، تبي تونسهم بلاش، تبي تمشيهم وتفك أمهم منهم، مو ذينك في البيت، شوف لك أقرب محطة مترو كل واحد ب4 ريال ركبهم، خاصة في النهار عشان في الليل حلوة تشوف الإضاءات وتشوف، بس الإضاءة من داخل المترو قوية فما تشوف زين برا، لكن في النهار ركبهم مترو واركب أول، ركب المترو كله قزاز طبعا، بتشوف كل شيء في النهار جميل وحلو، يتفرجون يفرحون، بيقولون بابا كل يوم ركب ودنا قطار، هذا القطار. طيب وش أحلى مكان فيه؟ أول مقطورة تركبها في قزازة كذا وهي رايح القطار أو هو جاي، لا هو رايح، القزازة دي الأخيرة مفتوحة، تشوف اللي وراك ويمشي القطار، السكة الحديد تشوف كل شيء، فلا تفوتكم ولعبوا بزرانكم فيها بتدعون لي. ما في طريقة لحجز التذكرة لو بتجرب يوم واحد يعني أو مرة واحدة ب4 ريال، عن طريق الأبل باي وعن طريق التطبيق وعن طريق الموقع، في كذا طريقة يعني جوها. هذا ملاحظة بعد نضيفها للناس. لو سمحتوا يا مسؤولين مترو الرياض، الموظفين اللي واقفين برا عند الباب اشرحوا للناس. مرحبا حياكم الله، الحين أنتم في محطة مترو كذا، ولا جيت تركبون في فتحة بين المترو وبين كذا، شرح كامل انكم تراكب مع الباب في فتحة صغيرة، انتبهوا لأطفالكم، انتبهوا لأجهزتكم، جوالاتكم، شيء يطيح منك في الفتحة دي. إذا جيت تركب تنتبه للبوابة لما فتحت، انتبه لا تغلق عليك، يعني فيها وقت معين لو وصلت، قبل ما يوصل المترو خلوكم جاهزين واقفين عند البوابات، مو بعيدين ولا على كراسي بعدين على ما يوصل المترو وصل وفتح اللهم لا جو يركبون تصير لهم مشكلة، ولا تسكر عليهم الباب، ولا ارجعوا لا تركبون، ولا طفلة ركبت وتسكر عليها، بغى يصير كذا موقف تو. فاشرحوا لهم، مع ان المفروض انه قبل ما يفتح المترو وانتم ادرى طبعا انه يصير في مقاطع فيديو تفصيلية للحجز وللركوب وللمحطات شرح كامل، بس احنا ما قدرنا نشرح، ما لنا حق، وممنوع ان نركب لما سمحوا بالركوب عشان نشرح للناس. ولا تصويرنا هذا اليوم صورناه شرح المترو، المفروض اني مصوره من اول عشان اذا جت الناس تركب تشوف المقطع كامل، او انتم سووا مقطع، ما انتم بحاجتنا، سووا مقاطع بس مقاطع واضحه صدق، واللي يصورها خبير، ما يصورها واحد ما يعرف المترو ما قدر يركبها في حياته، ولا قرا له كتابين، ولا توه متوظف في المترو فهم له نقطتين واحد شرح له، لا، اللي يشرح واحد زي طريقتنا كذا راح وجرب وركب في 4-5 دول المترو وش فروقاتها. طبعا من اهم الميزات اللي حصلت ان اللهم صل على النبي، ان المترو حلاوة مترو الرياض ما شاء الله تبارك الله الحمد لله من فضل الله، ان اروع مترو في العالم ركبته. الركبة البسيطة دي كل المميزات المفيدة والحلوة في العالم جمعوها فيه، وكل العيوب الموجودة فيه في المترو في العالم أزالوها منه صراحة، هذا باختصار. مترونا الحلو يا مترو، مليون ناس ما شاء الله، تو يسكر 11 أو 12 على ما أظن، هذا هو شفتوه. مترونا الحلو، المترو زحمة ما شاء الله، إلى 12 يشتغل.
هذه الجزازه اللي بالكمارات، شوف